احنا خلينا يا جدعان نسيبها تخرب، وسيبك بناقص ال 2 مليون نفر دول، سيبك ال 36 كيلو في 36 بكره نصحى نلاقي الكام كيلو دول مش موجودين واترموا في الميه. طب وبعدين هنفتح المعبر، بدل ما هنلاقي غزه هنلاقي الكيان بيقول لك صباح الفل وبيناولك السيجاره. طب يا عم صباح الجمال، وبعدين ما خنازير كده كده. يعني انت النهارده بكره قدام ورا دلوقتي ولا بعدين، ما خنازير كده كده. مش هم دول اللي ضربوا مدرسه بحر البقر سنه 70؟ مش دول اللي اصطادوا العساكر بتوعنا في الصحراء زي الغزلان من فوق 67؟ ما خنازير كده كده، وانت كده كده داخل معاهم في حكايه، انت كده كده ملطوط معاهم. طب ما اروح انجد بقى الناس اللي بتروح في داهيه دلوقتي دي، ويبقى لحقت بقى قطر الرجوله وقطر النخوه قبل ما يطلع، وهنطلع احنا توتال لص. ما كده كده جايه، ده مش كلام، ده كلامهم هم. اللي ما حضرش امبارح الراجل نتنياهو كان كلامه ايه يخش يشوف، ده مش كلام انا والله. جايه الارضنا وارض الجيران. انا مش عايز اتكلم بالدين، لان الموضوع يعني انا بتكلم انت سيبك بقى من الدين وسيبك من الرجوله وسيبك من اي حاجه. انت دلوقتي دي البطانه اللي بينك وبين العدو بتاعك، هي دي التبطينه اللي بينك وبين العدو بتاعك. لو التبطينه دي اترمت انت بقيت عصاد، هتصحى الصبح تلاقيهم راشقين لك على السلك، تلاقي الصهاينه راشقين لك على السلك بيرنوا لك السيجاره كده، يقول لك صباح الفل انا جيت. طب وليه؟ ليه؟ يا جدعان، ولو انا مش عايز اتكلم بالدين والله، بس يا جدعان الايه واضحه، قاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه. يعني هم بيحاربونا، ما عندهمش على فكره مصري وفلسطيني، ده اشتغاله وربنا، اشتغاله ما عندوش. بكره جاي لك، فالمصحف بيريحك بيقول لك هم بيحاربوكوا على بعض، فانتوا حاربوهم مع بعض بس كده خلص. هي سهله والله العظيم سهله. ادعوا. انا مش هجيب سيره بقى اللي لسه بيقول نقطع ولا ما نقطعش. ادعوا، الليله صعبه النهارده، ليله صعبه.